السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي ما يعرفنيش انا سارة دفعة 2023 تانية طب بشري. طبعا خلاص اغلبكم هياخد الاجازة، سواء بقى اسبوع سواء اسبوعين. المهم ان انتوا مش عارفين هل الاجازة دي هتذاكروا فيها ولا لا، وهتذاكروا ولا هترتاحوا، وهتذاكروا حاجات بسيطة طيب فيها ولا لا، هتراجعوا، هتعملوا اي حاجة. كل السيستم اللي هتمشوا بيه في الاجازة انتوا محتاجين حد يعرفكم ايه الصح فيه، وعايزين تعرفوا هل الاجازة دي اصلا مهمة ولا مش مهم ان انت تاخدها، وايه النظام اللي هتمشي بيه بالظبط. كل الحاجات دي ان شاء الله هقولها لكم في الفيديو ده، بس تابع معايا الفيديو الاخر. وقبل ما تبدا الفيديو متنساش تضغط لايك، سبسكرايب، تفعل نوتيفيكيشن، تعمل جوين لجروب التليجرام وفولو الانستجرام. يلا بينا نبدا الفيديو. بليز كيب واتشنج. في البداية كده عاوزة اقولك ان الاجازة دي مش وقت للراحة ولا وقت للرفاهية زي ما انت فاكر ان انت هتقعد تلعب فيه او هتقعد ان انت تفصل فيه. انت فعلا هتفصل، بس مش هتفصل بالطريقة الغلط اللي تخليك بتأنب ضميرك ان انت مثلا اخدت يوم ولا يومين اجازة. لازم تبقى عارف ان الاجازة دي هي الوقت اللي انت هتشحن وتجدد فيه طاقتك علشان تكمل بقية ال6 شهور او ال5 شهور اللي فاضلين. انت محتاج ان انت تجدد نشاطك بعد المعركة اللي انت بقالك فيها حوالي 7 شهور بين المذاكرة وبين ضغط الامتحانات والدروس، وانا ما خلصتش ده مراكم ده وعايزة الم ده. فانت محتاج تفصل من كل ده بان انت تاخد بريك شوية، تاخد ان انت الوقت اللي هتجدد فيه طاقتك علشان تكمل بقية ال6 شهور كويس ومرتاح نفسيا، مش مضغوط، حاسس ان انت قادر ان انت تكمل الباقي وعندك الحماس اللي تكمل بيه الفترة اللي جاية. لان الفترة اللي جاية محتاجة حد قوي، حد عنده نشاط ان هو يكمل. عبارة عن مراجعات، امتحانات، خلاص بتخلص مناهج، بتراجع المنهج 500 مرة، فمحتاج ان انت تشحن طاقتك لده. ده حتى الآلة بتحتاج ان هي تقف عشان نشحنها وعشان نكمل بيها اللي احنا عاوزينه، ما بالك احنا بقى. طب هل الاجازة مهمة عشان بس تشحن طاقتك وعشان تجدد طاقتك؟ لا، احنا كمان هنلم كل حاجة علينا وهنبدأ ان احنا نراجع كمان في الاجازة دي. عايزين نستغلها فرصة صح، ان احنا يعني تكون بداية صح للمراجعة او تكون بداية للفترة اللي جاية او الترم التاني اللي جاي. طب ايه السيستم اللي هتحتاج ان انت تمشي بيه في الفترة اللي جاية او في فترة الاجازة؟ محتاج اول حاجة ان انت تفصل يومين. انا عايزاك ان انت ما تفتحش كتاب لمدة يومين. في ناس مش هتسمع كلامي ومش هياخدوا اليومين دول، بس فعلا اليومين دول هيفرقوا معاك جدا جدا جدا. حاول ان انت حتى يوم منهم ان انت تخرج بره البيت، تخرج من المكان اللي انت اصلا كنت بتذاكر فيه. حاول ان انت تفصل اليومين دول بعيد عن المذاكرة، وما تأنبش ضميرك ان انت مثلا مش قاعد تذاكر او عليك حاجات وانت سايبها. لا، خليك عارف وعندك الوعي ان انت هتفصل اليومين دول علشان تكمل بقوة. انت لو ما فصلتش اليومين دول، اللي انت هتعمله بعد كده مش هيبقى ليه اي لازمة، لانه مفيش طاقة، فبيتعامل من غير حماس، من غير تحفيز، من غير اي حاجة، فبالتالي مش هيكون في النتيجة المرضية ليك. فعايزاك في اليومين دول ان انت تعمل اي حاجة بتحبها، اتفرج على فيلم، خروجة حلوة مع اصحابك، اقعد مع اهلك، اعمل اي حاجة انت بتحب تعملها. المهم ان انت تفصل عقليا وبدنيا شوية من الدراسة ومن المود بتاع الدراسة. طب انت خلاص اخدت اليومين اللي انت عايزهم تفصل فيه، هتعمل ايه بعد كده؟ او في اليوم الثالث هنعمل ايه؟ هتبدأ تجيب ورقة وقلم، هتكتب في كل مادة ايه الحاجات اللي ناقصاك فيها. طب انت مثلا مش من الناس اللي كانت بتراكم او مش من الناس اللي عليها محاضرات، هيبقى ناقصك اجزاء مثلا معينة انت ما كنتش فاهمها كويس عايز تراجعها، درس مثلا ما حلتش عليه كويس. المهم هتكتب كل حاجة في كل مادة ايه اللي ناقصك فيها. ويستحسن طبعا ان انت تكون محدد الاجزاء دي من قبل الاجازة او من قبل اليومين الاجازة اللي انت هتاخدهم، بحيث ان انت تبدأ على طول من اليوم الثالث تشتغل فيهم. طب انت ما لقيتش حاجات مثلا كانت ناقصاك، او انت لسه مراجع علشان امتحانات نص السنة، فاغلب الحاجات انت فاهمها واغلب الحاجات ماشيه معاك كويس، هتيجي تحدد الاسئله اللي انت مثلا كنت بتقع فيها في الامتحانات بتاعه السنين بتاعه الدروس مثلا، او امتحانات الحصص. اي اسئله انت كنت بتقع فيها هتبدا ان انت تراجع الاجزاء بتاعتها تاني. وطبعا انت لسه ممتحن امتحان نص السنه في كل المواد، فانت عارف ايه الاجزاء اللي انت مش واخد بالك منها كويس، فالحاجات دي هتبدا ان انت تراجع عليها تاني في يوم يومين زي ما ياخد معاك من وقت. نتكلم طيب عن الناس اللي هم في اجزاء وقع منهم. الناس اللي في اجزاء وقع منهم او اللي في دروس ما كانوش مذاكرينها، الحاجات اللي هتذاكرها دلوقتي او في الاجازه دي انت بتذاكرها كأن بكره الامتحان. مش معنى كده ان انا بقولك اضغط نفسك في الاجازه، لا، استمتع باجازتك تماما، خد الموضوع على الهادي وبالراحه، ان انت برضو دي اجازه انت بتذاكر واحده واحده باستمتاع وبحب.
فالحاجات اللي بقولك واقعه منك دي انت هتاخدها وهتستغل الفرصه ان انت تذاكرها بعمق وتركيز وفهم، وهتحل عليها كويس بحيث ان هي ما توقفش معاك تاني، او يعني وانت بتراجع مثلا لاخر السنه خلاص ما توقفش معاك تاني وما ترجع لهاش تاني. انت خلاص بتخلص حاجات من عليك، انت بتخلص نص السنه او بتخلص كل الحاجات اللي انت خدتها قبل كده بشكل متقن، انت اتقنتها كويس بشكل كويس جدا، وان انت مش هترجع تفهمها تاني. واهم خطوة معاك هي الحل. ركز كويس جدا على الحل، حل كتير في الحاجات اللي واقعة منك، بلاش ان انت يعني تفهم الحاجة اللي واقعة منك كده وخلاص، لا، حل عليها اكتر من مسألة باكتر من طريقة باكتر من سؤال، لان ده اللي هيفرق معاك وهيعرفك هل انت فهمت الجزئية دي ولا لسه عندك فيها مشكلة. طب ايه الخطوة اللي هتعملها بعد كده؟ الخطوة اللي هتعملها بعد كده هي ان انت تبدأ لما تخلص بقى كل اللي عليك ده، هتبدأ ان انت تاخد الابواب الاولى مراجعة تاني، هتراجع كل حاجة فيها من البداية وهتحل كمان عليها. لو انت عملت الجزء اللي انا بقولك عليه بتاع مراجعة الابواب ده هترتاح جدا بعد كده، انه زمايلك مثلا بيراجعوا الباب الاول زي ما المدرس قال لهم علشان خلاص اخر السنه وامتحانات وتخليص مناهج، فانت هتكون مراجعه وبالتالي مش هياخد منك وقت طويل، فيسيب لك وقت للحل والتدريب عليه اكتر، وكمان هيخليك تبدا في حل نماذج الامتحانات النهائيه بدري شويه عن زمايلك، وده هيفيدك انت ان انت هتحل اكتر كتير عنهم. اهم حاجه بقى اتكلمنا عليها هي ان انت تاخد اجازتك، او ان انت بتذاكر في الاجازه، بس انت بتذاكر بهدوء، بتذاكر باستمتاع، بتذاكر مش طول الوقت، انت بتقسم وقتك بين المذاكره وبين ان انت قاعد عادي مثلا في اخر اليوم تقعد لك ساعتين 3 4 ساعات بتتفرج على فيلم، قاعد مع اهلك، بتعمل حاجه انت بتحبها. المهم ان انت برضو في الاجازه وبرضو بتفصل، بس بتلم اللي عليك وبتراجع، ودي حاجات يعني بجد هتفيدك بعد كده، وانت كمان ارتحت شويه. يعني انت ما تخليش الاجازه هي ضغط تاني عليك، لا، انت ما بتضغطش نفسك في الفتره دي، او انت اصلا بترمي كل الضغوطات اللي عليك قبل ما تخلص الاجازه عشان تدخل الفتره اللي جايه من غير اي ضغوطات، من غير اي توتر، من غير اي قلق، تدخلها بحماس ونشاط ان انت خلاص انا بحقق حلمي، ما فاضليش غير اخر محطه لتحقيق حلمي. ولو انت مثلا كنت بتذاكر 10 ساعات قبل الاجازه، ففي الاجازه ذاكر 5 ساعات 6 ساعات، اللي هو ايه، انت مش طول الوقت بتذاكر ومش طول الوقت ضاغط نفسك، لا، افصل برضو عادي، دي اجازه. واوعى في يوم تندم على اي ساعه بريك انت خدتها. انا من الناس اللي كنت بأنب ضميري جدا في الاجازه، ما كنتش بستمتع بالاجازه، حتى اجازه العيد ما كنتش مستمتعه بيها، لان انا مأنبه ضميري دايما ان انا واخده اجازه، ان انا في حاجات عليا لازم اذاكرها واخلصها. بس انت هتعرف بعد كده قيمه الساعتين 3 او اليومين 3 ان انت بتاخدهم اجازه، دول هيفرقوا معاك جدا بعد كده. طاقتك هتفضل كامله زي ما هي، مش هتحتاج ان انت تفصل مثلا في ايام المراجعه، مش هتحتاج ان انت تفصل ايام الامتحانات، مش هتحس ان انت مضغوط، هيقل كتير الضغط عليك. استفيد بالاجازه وخليك ذكي واعرف تستغل الاجازه صح. وطبعا بما انها اجازه فانا مش هوصيك على النوم كويس، بلاش بقى ان انت تظبط منبهات تصحى من الساعه 6 الصبح و5 الفجر وكل الكلام ده. اصحى صلي الفجر بس مش تصلي الفجر وتقعد تذاكر، لا، خد بريك عادي. بلاش ان انت يعني في الفتره دي متظبطش اي منبهات ان انت تصحى بيها، اصحى براحتك ونام كويس، لان الفتره اللي جايه محتاجه منك مجهود كبير، فهتلاقي ان انت بالراحه كده بتقلل ساعه ولا حاجه في النوم. فحاول ان انت دلوقتي تستمتع بالنوم بتاعك كويس، تاخد كفايتك في النوم، بلاش ان انت تصحى بمنبهات، افصل كل المنبهات بتاعتك، لان انت برضو زي ما محتاج تفصل عقليا فانت محتاج ترتاح جسديا كتير بسبب المجهود اللي عملته الفترة اللي فاتت. الاجازة دي فرصة ذهبية حقيقي، لو انت استغلتها صح. خد وقتك في الراحة، حدد اولوياتك، وابدأ خطوة بخطوة. النجاح مش بالحظ، النجاح بيجي بالتخطيط، وان انت تقعد تفكر وتقسم وقتك صح، وان انت برضو تكون مستمتع باجازتك واخدها كويس علشان تبدأ رحلتك اللي جاية، او مش تبدأ رحلتك، تنهي رحلتك في ثانوية عامة وتنهي رحلة نجاحك صح وتنهيها كويس. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه وتمشوا بالنظام اللي انا قلت عليه في الاجازة، لانه ان شاء الله هيفيدكم جدا، واجازة سعيدة عليكم. وادعوا لي بقى، لان انا بعد الاجازة دي عندي امتحانات، او بداية بقى الامتحانات بتاعتي بتاعت نص السنة، فدعواتكم ليا وربنا يوفقكم جميعا يا رب. Thank you for watching.